السلام عليكم. إذا درس اليوم يكون على الفصول اللي كتكون في خلال السنة. إذا فعندنا seasons of the year، إذا فصول السنة. إذا بالنسبة لفصول السنة كيف ما كنعرفوا باللغة العربية فكيكون فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع وفصل الصيف. إذا فيلا نتعرفوا عليهم باللغة الإنجليزية. إذا فعندنا هنا spring اللي هو فصل الربيع. إذا عندنا هنا ان سبرينغ اللي هو فصل الربيع. اذا عندنا هنا الفول هو فصل الخريف. اذا عندي هنايا وينتر اللي هو فصل الشتاء. اذا سوري هنا عاودت الشتاء مرتين، اذا اعتذر. اذا هنا غنقولوا قلينا فصل الصيف. اذا هنا عندنا summer. إذا هنا غنكتبوا فصل الصيف. إذا الآن لنعيد. إذا seasons of the year يعني فصول السنة. عندنا spring ربيع، عندنا fall خريف، winter شتاء، summer فصل الصيف. إذا الآن نمروا. إذا بغيت نطرح سؤال على مثلا واحد الشخص اللي هو في another city، في شي مدينة أخرى ولا في دولة أخرى، إذا شنو هو السؤال اللي غادي نطرحه؟ يعني شمن فصل نتوما؟ اذا كان خاصه اذا كان في شي قاره. هنا ما يمكنناش نقولوا السيتي حيت المدينه يمكننا نهضروا على الجو، ولكن الفصل يعني غالبا كتكون يعني الناس اللي كيكونوا في دوله وحده فبطبيعه الحال راه كيكون نفس الفصل. اذا هنا يمكن لينا نتحدثوا على نسول واحد الشخص اللي هو في دوله اخرى. اذا كيف ما كنعرفوا يمكن واحد الشخص راه حنا يكون عندنا فصل الصيف، ولكن في دوله اخرى يمكن يكون عندهم فصل واحد اخر. اذا الان اذا بغينا نطرح السؤال شنو هو الفصل اللي عندكم في القاره ولا الدوله ديالكم، اذا شنو هو السؤال؟ كنقول what season. اذا اين فصل is it now يعني كاين دابا in your country يعني في الدوله ديالك. اذا your country in your country. اذا لنعيد what season is it now in your country يعني اين فصل كاين دابا في الدوله ديالك. اذا هنا السؤال باش نجاوبوا عليه اذا كنقولوا it is summer يعني كاين فصل الصيف. اذا هنا عندي امثله على الفصول. اذا المثال الاول عندي my school vacation يعني العطله المدرسه ديالي. اذا school vacation هي العطله المدرسيه is in summer يعني كاين في فصل الصيف. عندنا flowers bloom in spring يعني الفلاورز اللي هما الورود تتفتح bloom هي تتفتح in spring يعني في فصل الربيع. إذا هنا it is cold يعني إنه يكون البرد in winter يعني في فصل الشتاء. بالنسبة للإكزامبل الأخير، بالنسبة للمثال الأخير عندنا tree leaves fall in autumn يعني tree leaves يعني هما أوراق الأشجار تتساقط fall هي تتساقط in autumn. إذا in autumn يعني في فصل الخريف. اذا فالان هنايا كيف ما شفتوا فدائما هادو seasons يعني الفصول قبل منهم كنستعملوا in. very good. اذا in summer in spring in winter in autumn. اذا دائما مع الفصول كنستعملوا in. اذا هنا كمراجعه اذا نشوفوا اليرز بالنسبه للسنوات يعني كنقولوا مثلا I traveled مثلا سافرت مثلا في واحد السنه. اذا كنقولوا in 29. ان دائما اليرز كتكون معها in 2022. عندنا المانثs بالنسبه للشهور كنقولوا in January in February. اذا كنستعملوا in في اليرز اللي هي السنوات، كنكون كنهضر على السنه، ويمكننا نستعملوا in عاوتاني ملي كنكون كنهضر على المانثs اللي هما الشهور. وكيف ما شفنا في الامثله اللي عندي هنا مع كنستعملوها فياش في seasons. very good. اذا كتستعملوها في الفصول. اذا الان نتمنى ان كلشي واضح لحد الان. اذا الان ننتقلوا بالنسبه
اذا نتمنى الدرس واضح الى حد الان. اذا الان ننتقلوا للجو. اذا بغيت نوصف الجو، مثلا نقول اليوم الجو مش مشمش، ولا مثلا فيه الشتاء، ولا الجو بارد ولا مضبب. اذا الان شوفوا شنو هما هاد التعابير اللي كنستعملوهم باش نعبروا على الجو كيفاش داير. اذا فهنا كيف ما كتلاحظوا عندنا جمل اذا كنسولوا فيها على الجو. مثلا انا اذا بغيت نسول شي حد على الجو، اذا عندنا هنا جوج احتمالات. اذا فالاحتمال الاول اما كنطرح السؤال what's the weather like today، يعني كيف هو الجو اليوم، او لا يمكن لنا نطرحوا السؤال بصفه واحده اخرى اللي هي how is the weather today، يعني كيف هو الجو اليوم. اذا هادو فيمكن لنا نسولوا بهذا السؤال، ويمكن لنا نطرحوا السؤال بصيغه اخرى، يعني يمكن لنا هذوك جوج اسئله فهما عندهم نفس المعنى. اذا هنا عندنا اذا باش نجاوب انا شي حد اذا سولني كيفاش داير الجو، اذا شنو الجواب اللي غنجاوب؟ اذا كنقولوا the weather is، ومن موراه كنوصفوا، يعني كتجينا واحد الادجيكتيف يعني كتوصف الجو كيفاش مشمس ولا ممطر ولا كيفاش. اذا هنا the weather is اذا كتجي موراه adjective. اذا فهنا في المثال اما كنقولوا the weather is hot يعني الجو حار، اولا كنقولوا it is hot راه كاين الحراره، ولا كنقولوا it is a hot day انه يوم حار. اذا فهاد ثلاثه ديال الاجوبه راهم صحاح. اذا يمكن لنا نجاوبوا بهاد ثلاثه ديال الاجوبه. اذا فالان نمروا الاسماء. اذا عندنا هنايا الاسماء وعندي هنايا الادجكتيفز يعني الصفات، يعني كيفاش كنوصف الجو. اذا فهنا عندي rain. اذا كانت الشتاء شنو غادي نقولوا على الجو؟ نقولوا it is rainy يعني انه ممطر، ولا غنقولوا the weather is rainy يعني الجو ممطر، ولا نقولوا it is a rainy day. اذا دائما هذيك الادجكتيفز هذوك الصفات دائما كنوضعوهم هنايا فثلاثه ديال الاحتمالات. يعني كنقولوا the weather is في عوض hot غنعوض بها rainy. اذا نقولوا it is the weather is rainy يعني الجو يمطر ممطر، ولا نقولوا it is rainy ولا it is a rainy day. اذا هاد اذا عندنا ثلاثه ديال الاجوبه، احنا غنختاروا الجواب اللي عجبنا. اذا فاذا كانت الشمس اذا شنو غادي نقولوا؟ اذا نقولوا الشمس هي sun. اذا غنقولوا it is the weather is sunny يعني الجو مشمس. اذا عندي هنايا snow. اذا كان الثلج غنقولوا it is snowy ولا the weather is snowy. اذا كان الويند اذا كان الريح غنقولوا it is windy. اذا كانت storm يعني العاصفه اذا غنقولوا it is stormy ولا the weather is stormy. اذا كان الكلاود اذا كانت الضبابه غنقولوا it is الغمامه اعتذر. اذا هنا cloud هي الغمامه غنقولوا it is cloudy، وهنايا fog اللي هو الضبابه غنقولوا it is foggy. اذا دائما خاصنا نردوا البال بالنسبه للكتابه. اذا فهنا بالنسبه للصن اذا ملي كتولي adjective دائما كنزيدوها. اذا كيف ما كتلاحظوا هنا الصن كتكون فيها ان وحده، ولكن ملي كنقولوا صني كنزيدوا لها ان وحده اخرى كتولي فيها دابل ان، كيوليو جوج ديال الان. اذا وعندنا بالنسبه للفوغي اذا هادو كاملين زدنا لهم غير ايغريك. اذا باش ولات adjective كنزيدوا لها rainy sunny snow. اذا هنا بالنسبه للفوغي اذا التغيير اللي كاين هو ان زدنا لها واحد جاي. اذا هنايا فوغ رجعت فوغي عاد زدنا لها الواي. اذا الان نمروا للاسئله. اذا عندي هنا what's your favorite season؟ اذا ما هو الفصل المفضل ديالك and why؟ اذا جا شي حد يطرح لك السؤال ويقول لك شنو هو افضل ولا احسن فصل بالنسبه لك وعلاش لماذا؟ اذا هنا غتقول باش تجاوب. اذا غنقولوا my favorite season يعني الفصل المفضل ديالي is winter هو الشتاء. اذا نقول why علاش؟ because I like rain حيت انا كيعجبني الشتاء. اذا هنا عندي السؤال الثاني what's the weather like in your country؟ اذا نحاولوا انكم تردوا هاد الجمل تعاودوهم من مورايا باش ندرب على البرونونسيشن على النطق ديال اللغه الانجليزيه. اذا what's the weather like in your country؟ what's the weather like in your country يعني كيفاش كاين الجو في البلد ديالك. اذا طرح لي السؤال
إذا شي حد هذا السؤال، اذا الجواب اللي غنقولوا it is usually cold and rainy، ولا it is usually warm يعني معتدل in Morocco يعني في المغرب. اذا نحاولوا اننا ندربوا على هذه الجمل، وحاولوا انكم تعطيوني امثله واحده اخرين بالنسبه للكولد بريني، بالنسبه للصفات الادجكتيفز اللي قرينا قبيله في الجدول، وحاولوا انكم ديروا امثله جديده وتحطوهم لي في لي كومونتير. وبهذا وصلنا لنهايه الدرس، ونتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس، والى درس مقبل ان شاء الله. مورا كل درس كيف العاده غادي نحط لكم اكسرسايزز يعني تمارين، نتوما تحاولوا تجاوبوا عليهم في لي كومونتير، وانا غادي نصحح الاخطاء ديالكم كاملين واحد بواحد في لي كومونتير. اذا ما بقى لي الا نقول لكم نشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.